السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من مطبخنا على طريقتي انا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الهوى الذي اتى من حيث ما انتظرته، مختلف عن كل ما عرفته، مختلف عن كل ما قرأته وكل ما سمعته. لو كنت ادري انه نوع من الادمان ما ادمنته، ولو كنت ادري انه باب كثير الريح ما فتحته، ولو كنت أدري إنه عود من الكبريت ما أشعلته. هذا الهوى أعنف حب عشته، فليتني حين أتاني فاتحا يدي رددته. إن شاء الله دي الحلقة، الجزء الثاني بتاع الحلقة بتاعت امبارح، تفريزات الأكل بتاعت صاحبتي وحبيبتي شيمو. صح يا شيماء؟ دي الحلقة، دي الجزء التاني. بس طبعا امبارح ما عملناش محاشي، النهارده هعمل لها المحاشي وهقفلها طبعا في الاطباق، تعمل بقى تسويها براحتها. طبعا من 5 ايام، من 4 ايام ل5 ايام في التلاجة من تحت، ما بتتشالش في الفريزر عشان الخلطة الرز بيتكسر وبيبوش، مش بتبقى حلوة. هقول لكم بس الطريقة الصحية جدا 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 لحفظ اللحمة في الفريزر. لازم تحفظي اللحمه في الفريزر بالطريقه اللي انا هوريها لك، هعملها معاكم دلوقتي. يلا بينا هوريكم الطريقه. ومعانا الحله على النار اهي، هنزل طبعا انزلي بالدهون اللي انت بتطبخي بيها عادي جدا. انا بس هحط حته سمنه كده اهو، عايزه تشوحيها بالزيت براحتك خالص، بس عايزاكم تركزوا معايا في الخطوه دي. اول حاجه عايزه اقول لكم، اللحمه لما بتتشال في الفريزر كده، لما بتتشال في الفريزر كده وبتيجي تطلعيها تفكيها بتنزل دمها، وطالما اللحمه نزلت دمها فقدت كل القيمه الغذائيه بتاعتها، فبتبقى غلط جدا وفايدتها اصلا راحت. فانا بعمل ايه؟ بديها صدمه على النار، صدمه كده علشان ما تنزلش دمها، وبشيلها متشوحه. انا مش هحمرها، انا هشوحها بالملح والفلفل الاسمر كده. بسم الله. دي بقى الطريقة الصحية لشيل اللحمة. هحط الملح كده والفلفل الاسمر، ولو عندك فلفل اسمر حصى بيكون كويس كمان. على فكرة زمان ما كانش فيه تلاجات، فكان لما يحبوا يحافظوا على اللحمة كان بيعملوها بنفس الطريقة دي وما كانتش بتبوظ. كانش فيه دي فريزر ولا فريزر زي دلوقتي. فانا هديها صدمة كده على النار. المهم ان انا لما احطها في التلاجة واجي اطلعها عشان تفك، عشان اسلقها، عشان اطبخها، ما تنزلش المية بتاعتها وتفقد القيمة الغذائية اللي فيها. لكن ساعات بنطلع اللحمة على رخامة تفك، تنزل المية، وبعدين ترجعي في كلامك غيرتي رأيك، لا مش هتطبخي النهاردة، تقومي حطها تاني في التلاجة وتقومي مطلعها وتدخليها وتطلعيها وتدوخي اللحمة معاكي. فدي احسن طريقه، حتى لو رجعتي في كلامك الطبخه يعني اللحمه مش هتبوظ. اللحمه مش هتبوظ. بس الحركه دي ساعات بعملها، اطلع اللحمه تفك وبعدين اغير رايي وادخلها تاني. فطول ما انا شايلاها كده في الفريزر متشوحه، فحتى لو طلعتها من الفريزر وفكت ودخلتها تاني مش هيجرى لها اي حاجه. ولو سبتيها مدة طويلة في التلاجة بردك هتحافظ على طعمها ومش هيجرى لها اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين كده خلاص هي خدت الصدمة بتاعتها اهي، خلاص مش هتنزل دمها تاني كده، خلاص اهو كده زي ما انتوا شايفين. هعبيها دلوقتي في اطباق، وزي ما انتوا شايفين ادي طبق الفل اهو، تحته كيسه. هبدأ بقى هرص اللحمه كده. على فكره افيد طريقه صدقيني والله العظيم لحفظ اللحمه في التلاجة، جربي الطريقه دي هتعجبك جدا جدا، وطريقه صحيه كمان.
وكده بقى هقفلها بالاسترتش كويس جدا اهو كده، واشيلها في الفريزر. في ناس كتير مش بتحب تحفظ اللحمه علشان بتغير طعمها. فعلا حفظ اللحمه زي ما تجيبيها من عند الجزار كده بيغير طعمها، لكن الطريقه دي جميله جدا جدا اهو كده. وزي ما انتم شايفين انا كيستهم كويس جدا اهو. هحطهم بقى في الفريزر. اتفضلي. هعمل بقى المحشي. طبعا انا عاملاه قبل كده في حلقه في القناه، وعامله الخلطه بتاعه المحشي. طبعا الخلطه بتاعه المحشي عندي جاهزه في الفريزر زي ما قلت لكم. بطلع كيس الطماطم، كيس الخلطه، بس بحط الرز والخضار. هحشي دلوقتي وارجع لكم. وزي ما انتم شايفين كده خلاص حشينا المحشي وقفلناه وفرزنا. طريقه حفظ اللحمه، الطريقه الصحيه الجميله جدا ان شاء الله. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. طبعا اللي في الاطباق دوت الصوص بتاع اللحمه السمنه. يا رب كده تكون الحلقه النهارده خفيفه عليكم. استنوني في حلقات تانية كتير، وما تنسوش الشير واللايك والاشتراك في القناه والسبسكرايب والتعليقات الجميله بتاعتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.